ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هشرح حاجه ازاي اقدر اعمل تايب جينيريك تايب. احنا المفروض نبقى عارفين لو انا عايزه اعمل تايب في بالتايب سكريبت انا بكتب مثلا تايب، واكتب مثلا داتا، وبقول له هتبقى مثلا عباره عن، انا عايزه اقول لو عايزه اعمل جينيريك تايب فانا هقول له مثلا ان الكي هيبقى من نوع string مثلا او symbol او زي ما احنا متعودين. وهنا بقى هبدأ أقول له ال value هتبقى string، فده كده generic type somehow. لكن أنا دلوقتي لو عايزة أعمل هاخد مثلا منه object وأقول مثلا employee من نوع الداتا دي، وهقول له مثلا خليني أعمل له assign، وقلت له مثلا لو قلت له ال employee name طبعا ده string. طيب لو هو مثلا employee string ده هتبقى مثلا علي، فهي كمان string و string فما فيهاش مشكلة. طب لو انا مثلا عايز اضيف للام مثلا age، كتبت 33، هنا هتحصل مشكلة لان هنا الايج بيقول لي ان ده من نوع string واللي انا كتبته number. عادة كنا هنعمل حاجة زي كده ونكتب number وايه، والتايب هيبقى مع، لان احنا عندنا حتة ان احنا نعمل multiple types فهتعدي وهكذا. طيب انا بقى بدل ما اعمل الحركة دي ممكن اعمل حاجات بالجينيريك تايب، ان انا في الداتا تايب بتاعي بعمل المثلثين دول اللي جنب بعض واحط تي، تي فور تايب. احنا ممكن نحط اي حرف عادي واي حاجة عادي، بس الناس متفقين ان احنا هنحطها تي. والفاريبل اللي هنا تي هيبقى هو ايه الجينيريك تايب بتاعنا التي هنا، بمعنى ان انا وات ايفر اللي هيتحط هنا ما بين المثلثين هيتعوض بيه هنا. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي جيت في الداتا، ولو جيت حطيت المثلثين دول هقول له ان انا داتا عندي key string و whatever بقى التايبز اللي جاي. بمعنى انا هنا عندي التايبز بتاعتي ايه string و number، هعملها بالظبط زي ال string و number. يبقى انا كده عملت generic type. فانا مثلا لو جيت خدت قلت له مثلا في حتة تانية وعايزة الامبلوي ده يبقى data، بلاش خلينا نسميه مثلا بلاش employee نخليه مثلا client، وهيبقى مثلا هنا الجينيريك بتاعنا مثلا بولين. تمام، هياخدها ليه؟ لان انا قلت له ان هي هتبقى جينيريك. فلما جيت مثلا اعمل كتبت مثلا الكلاينت ده دوت از في اي بي وقلت له false، مشيت. يبقى انا عندي بداتا واحده قدرت ان انا اقبل الكي والسترينج واعمل جينيريك تايب جديد. شكرا.